سؤال هنا، هي البراندات الكبيرة دي بتضحك علينا؟ ما تكونش متسرع يا صديقي في تفكيرك. البراند الكبير اكيد مش هيضحك عليك، ولكن خلينا برضه اكد على كلامك. البراند الكبير يا صديقي امتى لما يكون مش بيضحك عليك؟ لما يبيع لك شعور معين او طبعه معينه بتشتري انت المنتج علشانها. انما يا صديقي لما المنتج يبقى زي المنتجات في الشعبي، لا ده كمان وما فيهوش ميزه او ما فيهوش اي حاجه بتميزه، هو هنا بيبقى بيضحك عليك. الصين يا صديقي ابتدت تبيع المنتجات بتاعت البراندات الكبيره باسعار رمزيه وتقريبا بتكون نفس الخامه ولكن باللوجو بتاع الشركات عليهم. يا صديقي لما نكتشف ان الشعور اللي انت بتشتري منتج عشانه مصنوع على نفس المكنه اللي بتصنع لباقي الناس، بتجي هنا وتسال نفسك سؤال: انت فعلا اشتريت حاجه ولا اشتريت الوهم؟ طيب يا صديقي خلينا نسال نفسنا سؤال، وهو العميل دلوقتي اللي هيشتري هيتصرف ازاي؟ الطبقة اللي كانت بتشتري كان اسمها اسبيريشن كوزميرس. الطبقة دي يا صديقي لما يدفع 80,000 في شنطة ويلاقي إن هي ما فيهاش جودة المنتج أو ما فيهاش قيمة حقيقية، أو يلاقيها على إيد كل الناس، هل كده يا صديقي أنت اديت له تميز ولا هو ما حسش بأي تميز في المنتج بتاعك؟ يا صديقي في سؤال محشور في زورك وعايز تقول لي هي دي نهاية البراندات الكبيرة؟ أكيد لا يا صديقي، مش نهايتها طبعا. ولكن يا صديقي البراندات اللي هيقدم خدمة وجودة للمنتج وقيمة حقيقية هو فعلا اللي هيفضل على الساحة، وهو اللي هيصمد على الساحة كمان. زي براندات كبيرة عارفينها رولكس، ابل، وفي براندات غيرهم كتير بيقدموا قيمة حقيقية ومش بتلاقيها عند أي حد تاني. طيب خلينا نسأل نفسنا سؤال، هي إيه دور الصين هنا؟ الصين يا صديقي هو المورد اللي بيصنع لباقي الدول كلها. تاني حاجة هو نفس الشخص اللي بيفضح الناس كلها. تالت حاجة هو اللي بيستخدم منصة تيك توك عشان يفضح بيها البراندات الكبيرة. خلي بالك دي مش صدفة. الصين هنا يا صديقي بترد على الحرب التجارية اللي دايرة بينها وبين أمريكا اللي ليهم حبة كده فيها. بس هنا الصين يا صديقي قررت بترد بطريقة تانية مختلفة، أصعب من هنا بترد بحروب أو بصواريخ. بتسأل نفسك هنا صديقي